السلام عليكم متابعين، وأهلا وسهلا بكم بقناتي. طبعا اليوم سويت قراية وسويت بيها ثواب، وقلت أشارككم الثواب حتى تطلبون مرادكم. اليوم سويت الزردة. عندي كيلو ونص من الزردة، نقعته خلال 3 ساعات. بعدين خلطته بالخلاط الكهربائي. طبعا التمن أول شي نظفته، بعدين غسلته ونقعته وخليته بالخلاط الكهربائي شوية شوية. هذا اللي عندي قسمته قسمين التمن، وخليته بالخلاط وخليت عليه ماي وخلطته حتى لا يتعبني بعدين بالهرس. لا استعمل لا هاند بلندر ولا شي، الخلاط احسن شي، اذا بالخلاط الكهربائي احسن. بس مثل ما تشوفون خليت عليه ماي وهسه راح اخلطه. طبعا بالقراية ومن خلال ما كنت أطبخ بالزردة اندعيت كل المتابعيني إن شاء الله يطلبون مراد ويحقق لهم مرادهم بحق محمد وآل محمد. هنا مخلية جدر على النار ومخلية بيه ماي وخليته يفور. بعدين ضفت له التمن اللي خلطته بالخلاط. من بعد ما فار رأسا نزلت عليه قالبين من الزبدة. هاي عندي زبدة نباتية، أخذت قالب ونص بالبداية وخليتها بالجدر، وخليت قالب نص القالب على صفحة. طبعا إضافة الزبد بالبداية ويا التمن يخلي التمن يصير يعني ما يتلزق شي بشي وما يلزق بالجدر. وطبعا التحريك مستمر، يعني ما عفته، بس أعوفه يلزق بالجدر ويحترق. فبقيت يعني أحرك بالجدر إلى أن كمل عندي الزردة. وضفت له هنا صبغ الزردة. هنا أنا ما عندي اليوم زعفران، ضفت صبغ الزردة وضفت عليها هيل وماي ورد. بعدين ضفت الشكر هنا أنا عندي كيلو ونص من التمن. كل كيلو أضيف عليه، إذا أريدها حلوة أضيف عليه كل كيلو أضيف عليه كيلوين شكر. بس أنا عندي هنا كيلو من التمن، ضفت عليه كيلوين يعني كامل. ما أريدها تصير كلش حلوة، أكو ناس ما يحبون ياكلون الزردة حلوة، لأن أنا راح أوزعها، فأكو بيهم يعني ما يحبوها حلوة. وهنا عندي هذا اللوز، أخذت نص القالب مات الزبد اللي بقى عندي. هنا اللوز شوية حمصته، يعني مو هواي حمصته، يعني شوية قلبته شوية على النار. وبعدين درته على الزردة، يعني ما خليته يحترق، شوية تحميصة خفيفة. هاي بهذا الشكل يعني حتى ما تغير لونه. هسه راح أخليه على الجدر. بعد ما خليته راح أخلطه زين. طبعا هنا تقريبا هي استوت عندي الزردة، يعني بقت هاي الإضافات يعني القليلة ضفتها عليه. هو من يستوي التمن باعتباره استوت الزردة. أظل أحرك شوية، وشفت يعني حالاته، هم اختبرت الحالات مالته عجبتني. وهنا الهيل المطحون، طبعا جبت هيل عدل طحنته بإيدي حتى يبقى يحافظ على ريحته وطعمه. وهذا الهيل خففته بالماي الورد، يعني مو قبل تخلون الهيل خافي يظل يلكلك بالجدر، فخليت عليه ماي ورد وخلطته وخليته بالجدر وياه. وبقيت مستمرة بالخلط، يعني أخذ من عندي هذا الوقت لحد ما استوى ساعتين أنا أحرك بالجدر لحد ما استوى. إن شاء الله يعطينا مرادنا بحق الحسين وبحق الأئمة اللي انقتلوا مع الحسين. هسه بقيت أحرك.
حتى يتجانس كل المقدار اللي بالجدر ويطلع طعم الهيل. طبعا الهيل آخر شي يعني قريب يريد يستوي خليته. هسه آخر شي أخلي النشا هذا المقدار أخذت 5 ملاعق من النشا، وخليت عليه شوية ماي وخبطته وخليته وياه. ما يصير أخلي النشا قبل، يعني بس أخلي النشا قبل يظل يلكلك وما أستفاد من النشا. طبعا صارت الزردة عبالك حلقوم وطعمها كلش يتجنن، يعني كلش حلو. الحالات مالتها متوسطة والقوام مالتها يعني صارت فتشي. وهسه راح أصبها، أخلي من استوت طفيت النار، ورا ربع ساعة يلا بديت أصب هاي السفريات. هنا أنا جبت 50 قطعة من السفري وبديت أصب بهذا المقدار بيه. وهنا جبت هاي القوالب، عجبتني طبعا ذاك اليوم كنت رحت اشتري فشفتهن قدامي قلت خلي اجيبهن اجربهن. جربتهن هسه وياكم. وعدة اسماء، اسم الامام العباس والاسم الامام الحسين واسم الزهراء والاسم الامام علي. اخذتهن وخليتهن زينت الوجه مالت الزردة بيهن. طبعا طلع هم شكلها كلش حلو. وهنا من كنت أنا يعني أزين بيهن. دعيت لكم إن شاء الله يعطيكم مرادكم. إن شاء الله يتقبل منا هذا القليل بحق محمد وآل محمد، وبحق مصاب الحسين عليه السلام. يرزق الذرية كل من محروم من الذرية، ويشفي كل مريض بحق مريض كربلاء، ويرزق البيت كل من ما عنده بيت، ويرزق كل من ضاق عليه رزقه، وينجح جميع الطلاب ويفرح أهلهم بيهم ويضيع لهم تعب، وخاصة طلاب الدور الثاني يا رب العالمين. وهسه وصلنا إلى نهاية الفيديو. هذا الشكل النهائي مالت الزردة، وإن شاء الله عجبكم الفيديو، والتقيكم بفيديوهات ثانية. مع ألف سلامة.